السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على قرعة الدوري، كشري الدوري، تأليف الدوري، رابطة الأندية المحترفين، الاتحاد المصري لكرة القدم، والتأليف واللخبطة والعشوائية اللي مش عايزين نتوب عنها. أصل إحنا المرة دي عاملين نظام جديد للقرعة. طب إحنا كنا السنين اللي فاتت اتزنقنا بسبب الظروف اللي كانت حاصلة، كورونا وما يستتبع ذلك، والدوري اللي اتوقف واللي والكلام ده كله. طب احنا دلوقتي رجعنا تاني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا شبه نورمال. ايه التأليف ده بقى؟ والاول لا التاني ما يقابلش مش عارف اللي هينزلوا ايه واللي هيحصل ايه تأليف بشكل مش طبيعي. رابطة أندية محترفين. انتوا حمل الكلمة دي، كلمة محترفين، يعني هم ناس بروفيشنالز بيتعاملوا باحترافية، بيتصرفوا صح. مفيش منه الكلام ده. احنا هنا في البزراميط، في الكشري، خلاص ما تسموهاش قرعه، سموها ايه؟ تنظيم جدول الدوري، هننظمه على دماغنا. لكن ما تخدعوناش وتقولوا لنا قرعه. ايه اللي قرعها بقى؟ فاهم يعني ايه اللي قرعها؟ ما انا مش عارف. قرعه يعني انا راجل احط بعدد الفرق اللي عندي واسحب، زي ما بيحصل في اي قرعه في الدنيا كلها. يعني حتى في دورات رمضان بنعمل قرعه، ده من زمن الزمن واحنا بنلعب كوره. ايه بقى التأليف ده؟ اصلي مش عارف اللي في الجدول الاولاني اللي هم هينافسوا على البطولة، مش عارف مين ما يلعبش ايه اي تأليف. ونرجع، اصل ان شاء الله من السنة الجاية هنظبطها بإذن الله، سنراعي ما حدث في الموسم الماضي. هو ما فيش مرة لله نتصرف صح؟ لله نتصرف صح يا ناس. الناس تعبت اقسم بالله، بقت حاجة مسخة قوي. ايه ده يا جدعان ده؟ انا زهقت نفسي من كتر الانتقاد بالطريقة دي. انا حسيت ان انا كئيب وهكئبكم. عايزين نتبسط بقى ونشوف كده ايه المشكله. اول ماتش الاهلي والزمالك، ايه المشكله؟ الزمالك وبيراميدز، الاهلي وبيراميدز عادي، قرعه، ربنا سبحانه وتعالى رتبها كده. لكن احنا لازم نفتي، نتفنتس. لو ما فتناش وهبدنا ورزعنا نعيا يجيلنا القولون. ما ينفعش. ونيجي بعد كده لا اصل ما هنأجل عشان ماتش الاهلي والزمالك وظروف امنيه. ظروف امنيه ايه؟ ده مسلسل. ايه ظروف امنيه دي؟ ما انت من الاول القرعه ماشيه كذا 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 كذا، والامن عندنا الله اكبر بيهندل اي حاجه. لو قلت له احنا هنلعب يوم الوقفه بعد صلاه العيد، هيقول لك تمام مالكش دعوه انا هظبط لك الدنيا. لكن احنا نطلع بس على لسان المسؤولين نفتي وخلاص. والله العظيم زهقتونا يا جماعه. دي الكوره دي الحاجه الحلوه الوحيده اللي موجوده. ما تسمموناش والنبي بطلوا فاتي. مش كل واحد يمشي على دماغه. انا مسؤول عن مكان فيه رولز للمكان ده، انا باجي اكمل عليها واللي بعدي بيجي يكمل عليها. لكن انا جيت امجد لازم يبقى ليه دور ولازم يبقى مصري. مع احترامي طبعا، انا بحب مصر قوي وبلدنا واجدع ناس زي ما كنت بتكلم قبل كده. لكن لازم احط التاتش بتاعي. على الفيلم بتاع احمد مكي قال له ما تجودش لله، ما تجودش، مشوا القرعه عادي، سيبوا الدنيا تمشي في الطبيعي، ما تفتوش عشان الدوري ينتظم ويبقى كويس ومحترم. بوظتوا الدوري، استتبع ذلك تبويظ الفرق، والمنتخب ما فيهوش غير صلاح ومرموش ومصطفى محمد بيعكز وراهم. مين تاني عندنا؟ عبد المنعم جاي من بعيد. مفيش تاني بسبب الفتي اللي انتوا بتفتوه. لله سيبونا في حالنا، لله اتصرفوا طبيعي. والله العظيم انا حاسس ان انا بيتكئب عليكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.